تمام، إن شاء الله النهارده هنتكلم أول محاضرة في مديول اللينكس. هنتعرف إيه هو لينكس وإيه أهم الأوامر اللي هنستخدمها في مجال الباج هانتنج. طيب في البداية كده إيه هو نظام لينكس؟ ده نظام عبارة عن نظام تشغيل زي الويندوز كده بالظبط، بس الفرق إن هو نظام اوبن سورس، يعني بالتالي بيوفر مزايا أنت مش هتلاقيها في ويندوز أو أي نظام تشغيل تاني. زي مثلا أنت حابب تعدل مثلا نظام، تمسح حاجة مثلا أو تضيف حاجة، سواء مثلا فورمات، اي حاجه تقدر تعملها على نظام لينكس. ممكن حتى تعمل نسخه كامله ليك، مخصصه ليك بيك انت. طيب انت في البدايه عندنا لينكس ده هو له توزيعات كتير جدا من نظام يونكس سيستم. اشهرها الديبيان والاوبنتو والريد هات. طيب ايه الفرق بينهم؟ الديبيان والاوبنتو هم دول شبه بعض، بس الفرق ان الاوبنتو ده بيوفر واجهه رسوميه الجي يو اي. يعني ده الفرق الوحيد بينهم، واللي احنا هنستخدمه اللي هو الديبيان اللي هو اللينكس، اللي هو كالي لينكس. طيب الريد هات ده لو هتشتغل مثلا لينكس ادمنستريتور او حاجه، فبنستخدم النظام اللي هو توزيعة الريد هات. طيب ثانيه بس اعمل شير سكرين عشان نخش على النظام. انتوا طبعا المفروض كله منزل كالي يعني من اول محاضره. باشمهندس ياسين كان عرفكم ازاي تنزلوه، مش كده؟ انا معتمد ان كل اللي قدامي معاه كالي. تمام ماشي، يعني ورقة وقلم بس عشان نكتب الأوامر اللي احنا هناخدها النهاردة. الشاشة واضحة عندكم؟ تمام. اه، يا باين عندي زي الفل يا باشمهندس. تمام ماشي. عايز تفاعل يا جدعان كده، عشان لو حد عنده سؤال ولا حاجة يبقى في تفاعل كده. طيب بسم الله. انت أول حاجة عندنا هي دي الواجهة بتاع كالي، بتاع لينكس عامة. احنا هنا مش بنتعامل بالماوس، يعني مثلا ما بنروحش مثلا نعمل كده، مثلا نخش على الهوم مثلا نشوف ايه جواه والكلام ده، لا. احنا هنا بنتعامل. هي الشاشة واقفة يا باشمهندس. بتاع مش باين، بس هو البراوزر هو اللي باين. الشاشة واقفة عند كله. اه، ثانية. ثانية. ثانية يا شباب، بس ثانية. كده النظام باين عندكم؟ اه كده تمام يا باشمهندس. تمام ماشي. يعني زي ما قلنا احنا هنا بنتعامل عن طريق الأوامر، ما بنتعاملش عن طريق الماوس، ان احنا بنروح مثلا نضغط هنا مثلا نشوف ايه جوه، او نفتح مثلا ملف كده، فاهم؟ فاحنا هنا بنتعامل عن طريق الأوامر. طيب بنكتب الأوامر فين؟ عندنا هنا المربع الأسود اللي فوق ده، ده اللي بنكتب فيه كل الأوامر اللي هنشتغل بيها. فده اسمها تيرمينال. طيب احنا أول حاجة مبدئيا كده احنا نزلنا كالي وكل حاجة. عايزين بقى ايه؟ نعمل تحديث لكل حاجة عليه. عندنا حاجة اسمها اب ابجريد. حد عارف؟ وفي اب ابديت. حد عارف الفرق بين اب ابديت واب ابجريد؟ عايز تفاعل يا شباب، حتى اللي مش هيتفاعل يكتب. حد عارف الفرق بينهم؟ طب تمام ماشي. عندنا الفرق ان الابجريد هو بيحدث النظام كله، بيحدث كالي كله حرفيا، يعني ما بيسيبش حاجه فيه، كل حاجه بيحدثها. انما حتى لو ضغطنا هنا انتر هو هيبدا يحدث، بس هنا بيجيب لي بيرميشن دينايد. اول ما تلاقي في الاخر كلمه بيرميشن دينايد لازم نحول لروت. طب هنحول لروت ازاي؟ هنعرفها كمان شويه. انما الفرق بين انما الابديت بقى، الابديت بيحدث البرامج والاوامر اللي عندك.
يعني دي خاص بالبرامج والاوامر بس، اللي هي اب ابديت، ونكتب قبلها عشان نحول لسوبر يوزر نكتب قبلها سودو. كده المفروض يشتغل معايا، يبدا يحدث كل حاجه، بس انا طبعا مش هحدث حاجه دلوقتي. طيب ايه الفرق بين اليوزر العادي والسوبر يوزر اللي هو السودو اللي احنا كتبناها ديت؟ ثانيه. طيب احنا عندنا هنا الكالي، والروت. الروت ده اللي هو السوبر يوزر اللي هو السودو. طيب ايه الفرق بينهم؟ ده اليوزر العادي. اليوزر العادي يعني ايه؟ يعني مثلا تخيل عندك موظف في شركه مثلا، هو مثلا مطلوب منه مثلا يعمل واحد اتنين تلاته بس اخره كده. فهو له صلاحيات محدده، يعني متحجم في حاجات معينه كده، اخره يعمل حاجات معينه. بس في حاجات بقى ما يقدرش يعملها، مثلا اللي هو مثلا ايه، رئيس شركه مثلا. رئيس الشركه ده مثلا يقدر يفصل موظفين، يقدر يعين موظفين، يحدد رواتب، يعني له بيقدر يعمل كل حاجه في الشركه، له صلاحيات على كل حاجه. فده الفرق بينهم، بين الروت والكالي. الكالي ده اللي هو اليوزر العادي، وده الروت اللي هو السوبر يوزر. طيب عشان نحول من كالي، من يوزر عادي، تحول اقول للماشين ان انا سوبر يوزر وليا صلاحيات ان انا اعمل اي حاجه، فبنستخدم امر اللي هو السودو. سودو اس يو. طيب سودو اس يو دي يعني اهي، سودو اس يو. هو في الغالب يطلب منك باسورد، هتكتب باسورد كالي فهيشتغل معاك. لو تلاحظوا هنا، انا هنا اتحولت للروت. انا اتحولت من يوزر عادي اللي هو كالي بقيت روت. انا كده لو جيت اكتب ابت ابجريد تاني، مش هيجي لي كلمه بيرميشن دينايد او ايرور. تعال نجرب كده. ابت ابجريد، اه كده يبدا يشتغل معايا ويحدث النظام، بس انا مش عايز كده. طيب ايه كلمه، هيجي حد يسالني دلوقتي ايه كلمه كالي اللي هي الناحيه الثانيه دي؟ دي اللي هي الماشين نفسها، اللي هي الهوست نيم بتاع الماشين نفسه اللي هو الكالي. ده النظام نفسه، وده اليوزر اللي هو انت. طيب هنا عندنا هنا دي المسار، دايما بيبقى هنا المسار. لو تلاحظوا فوق، هنا كان هنا علامه التلده. علامه التلده ديت يعني انت واقف في نظام كالي. هنفتح هنا كده، دي التلده اللي انت واقف في نظام كالي، اللي هو انت يوزر، المكان اللي انت فيه. حتى هنا لو جينا هنا المسار اهوت، نمسح كل ده، ظهر معانا الكلام ده كله. الكلام ده كله اللي هو في النظام نفسه، اللي هو في الفايل سيستم. تمام. انما هنا بقى ايه تحت هنا؟ بتاع هنج مني. ثانية يا شباب. ثانية يا شباب، بس الجهاز واقف هرستر تاني. ريستارت. قبل بس ما الباشمهندس الشاشة عنده تحمل، بس عايز أقول لكم حاجة. هو ممكن يكون الباشمهندس بيقول حاجات أول مرة تحس إن هي غريبة جدا جدا، فما تتخضش عشان الكلام ده كله. طبيعي إن أنت في الأول مش تبقى فاهمه، يعني أنت زي في النتورك كده دلوقتي، أظن إن أنتوا كلكم بقيتوا يعني أحسن بكتير من الأول. فهو ده شيء طبيعي إن أنت هتلاقي نفسك يعني إيه سوبر يوزر، يعني إيه يوزر، يعني إيه يعني إيه. ما تقلقش، كده كده ده هيتعيد برضو في السيشن اللي بعدها هيتعاد وهيكمل عليه. يعني الكلام ده كله عادي طبيعي، هو ده اللي هيحصل يعني. فانتوا كالي بالذات مش زي النتورك خالص، يعني زي ما انت شفت النتورك كنا بنطبق ونعمل وكده. هنا بقى اصلا مفيش اي نظري، احنا كنا في اول سيشن كانت كلها نظري. هنا من اول لينكس الباشمهندس هيبتدي على طول تطبيق، عشان كده حتى احنا ما عملناش سلايدز، لان هي لينكس هي مش نظري ان انا بالظبط كده. اوريك سلايد، هي على طول مجرد ان انا بكتب اوامر، الموضوع خلص. فالاوامر دي هنعرفها مع الباشمهندس ان شاء الله في السيشن ديت،
ونحاول يعني كل اللي هيقوله ده اساس، فاحنا لازم الاساس ده يبقى معانا. اللي بعده بقى تقدر انت تسريش بقى على اوامر معينه عادي، مفيش مشكله يعني، مش لازم كل الاوامر هتبقى موجوده. واللي عنده سؤال يا شباب يا ريت يعني يسأل، يعني ايه عايز يبقى في تفاعل. اه بالظبط، هي يعني باشمهندس حاسس ان هو بيشرح لوحده يعني، اه فاساله، يعني لان لو في حاجه عطلت معاكوا قولوا، لان هو كله تطبيق يعني، انت ما عرفتش تطبق هتلاقي نفسك ما استفدتش اي حاجه من السيشن ده. ملحوظة بس يا شباب، احنا كل الأوامر اللي هنكتبها كله سمول، مفيش حاجة كابيتال خالص، عشان بس محدش يقع في الغلطة دي. طيب احنا كنا واقفين هنا ان احنا ايه كده انا سوبر يوزر، ده اللي هو انا خلاص انا قلت للتيرمينال ان انا جاي تبع، ان انا جاي سوبر يوزر، يعني ليا صلاحيات ان انا اعمل كل حاجة. وده الكالي اللي هو الهوست نيم بتاع الجهاز. طيب ده ايه بقى؟ ده المسار اللي انا واقف فيه. انا حاليا واقف في المسار هوم، المسار كالي. طيب انا لو حابب اشوف اللي جوه الكالي ده ايه، اعمل ايه عشان اعرض الليست اللي جوه الكالي؟ اعمل في امر اسمه ال اس. ال اس ده جاب لي كل حاجه جوه الكالي. يعني لو تيجي تفتح هنا الهوم، نجيب ده على جنب كده، اهي انا كل الكلام ده موجود هنا. عندك البيربي سويت بروفيشنال اهيت موجوده. عندك ايه تاني؟ اول سب تكست اهي موجوده، هتلاقي هنا اهي اول سب تكست اول واحده. فهو بيعرض لك الكلام ده كله لان هنا في المسار كالي. طيب انا حاليا عرفت ازاي اعرض المحتوى اللي موجود في الفولدر ده، في اللي هو الدايركتوري. احنا اي حاجه مبدئيا هنا اي حاجه باللون الازرق دي دايركتوري، هنعتبرها دايركتوري مؤقتا. واي حاجه باللون تاني ده تكست اللي هو فايل عادي. طيب الدايركتوري ده اللي هو الفولدر في ويند، بنسميه هنا في كالي بنسميه دايركتوري. طيب انا عايز مثلا اخش جوه الدايركتوري اللي اسمه داونلود مثلا، عايز اخش جواه اشوف ايه جواه، فبنستخدم امر اسمه سي دي. سي دي ده بيقول له خش جوه خش جوه كذا. انا مثلا اخش جوه الداونلود، فبنعمل ايه؟ داونلود. زي ما قلت لكم ما ينفعش اي حرف كابيتال، لازم هنا في الاسماء صحيح، وانت بتنقل الاسماء لازم تنقل الدايركتور عادي، انما الاوامر نفسها الاوامر لازم سمول. انما هنا اول حرف كابيتال عادي، فلازم تنقله زي ما هو. هتغلط في حرف مش هيكمل معاك. ندوس انتر كده، انا بقيت فين؟ كده انا بقيت المفروض جوه الداونلود. طيب انا عايز اعرض الكلام اللي جوه الداونلود، زي ما قلنا هنضغط ال اس. طيب هنيجي دلوقتي طب انا عايز الوقت اعرف، انا مش عارف الوقت، انا في المسار ان هو مثلا، ففي امر اسمه البي دبليو دي. البي دبليو دي هيجيب لك المسار اللي انت فيه الوقت. والله انا في الهوم جوه الكالي، جوه دايركتور اسمه الداونلود. حلو. وانا عملت هنا ال اس، جاب لي الكلام اللي جوه الداونلود. تمام. طب حاليا انا مثلا جوه الداونلود اهو، عايز ارجع خطوه لورا، ارجع ازاي؟ بدوس هنا سي دي دوت دوت. لما ادوس دي سي دي دوت دوت رجعني فين؟ رجعني كالي. طب انا عايز ارجع ورا خالص، فبدوس سي دي علامه الروت. العلامه دي اسمها روت. حلو. انا كده هرجع لبره خالص، النظام الاساسي نفسه. شوف انا كده رجعت النظام الاساسي خالص ورا خالص، طلعت بره كل حاجه. طيب انا عايز ارجع تاني اعمل سي دي، خش جوه الداونلود تاني، ناخد المسار جاهز اهوت. كده انا بقيت جوه المسار تاني. طب في تريكه بس عايز اقولها لكم. انت هنا في الويندوز لما تيجي تنسخ حاجه، انت ما بتاخدهاش كنترول كوبي، انت بتاخدها كنترول شيفت كوبي، ولما تيجي تطبعها كنترول شيفت في. فهو النظامين مختلفين عن بعض. طيب انا حاليا عرفت فوق هنا ان ده دايركتوري، وعرفت مثلا ان ده فايل. طيب انا عايز اعمل فايل مثلا، وعايز اعمل فايل واكتب فيه كلام. فنقوم كده عندنا امر اسمه نانو مثلا، وليكن فيسبوك دوت تكست. كده فتح، كده انا عملت ملف خلاص اوريدي، اكتب فيه اي حاجه. مثلا نكتب مثلا اول صف مثلا ارقام، تاني صف اي حاجه. ماشي انا كده كتبت كلام. فعشان احفظ الكلام ده، عندنا هنا بيقول لك رايت اوت. رايت اوت بتدوس كنترول او. كده انا عشان احفظ الكلام فبدوس كنترول او. بعد كده بيقول لي
انت عايز تحفظ الكلام ده في الفيسبوك دوت تكست، فبندوس انتر. بعد كده نخرج كنترول تكست، كنترول اكس قصدي، يعني كنترول او، عشان بس اللي لو حد بيسجل كنترول او. بعد كده انتر، بعد كده كنترول اكس عشان نطلع بره الملف. طيب نيجي نعمل ال اس تاني، هنلاقي الملف اللي احنا عملناه فيسبوك دوت كوم، فيسبوك دوت تكست اتضاف معانا هنا كده، انا عملت ملف. طيب ازاي اقرا اللي جوه الملف؟ لو انا عايز اقرا اعرض المحتوى اللي جوه الملف واقراه، فعندنا امر اسمه كات فيس فيسبوك دوت كوم، فيسبوك دوت تكست. طيب لما دوست كات جاب لي الكلام اللي انا كاتبه، الصف الاول ارقام اهوت، والصف الثاني والثالث حروف، اللي دي الكلام اللي انا كاتبه. تمام. طب انا دلوقتي عايز احذف الملف ده، انا الملف ده انا خلاص مش عايزه، عايز احذفه. فعندنا امر ريموف اللي هو ار، اختصاره الار ام، ار ام فيسبوك دوت تكست. نعمل ال اس تاني كده، هنلاقي الامر معانا اتمسح، هو مش موجود. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اعمل مثلا دايركتوري، فبنعمل الدايركتوري ازاي؟ حد بيتكلم؟ حد عايز سؤال؟ معلش يا باشمهندس، ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. معلش، هو انا عايز بس كده زي يعني ريكاب كده سريع، عشان الاوامر حسيت ان انا بدات اتلخبط فيها. تمام تمام. طيب احنا هنا شرحنا نرجع فوق خالص، شرحنا الفرق بين اليوزر والسوبر يوزر. قلنا اليوزر اللي هو كالي، اللي هو ده بيبقى له صلاحيات معينه، مثلا ما يعرفش يعمل ابديت ولا ابجريد، لازم تحول لسوبر يوزر. سوبر يوزر ده اللي هو الحاجه اللي هو اعلى حاجه، خلاص انت تقدر تعمل اي حاجه جوه الماشين، تنزل اللي انت عايزه، تعمل اي حاجه. تمام. بعد كده عرفنا امر ال اس، ده المسار اللي احنا فيه. طيب ال اس ده انا مثلا جوه كالي اهو، عايز اعرض الكلام اللي جواه، ال اس دي هتعرض لي الكلام، كل المحتوى اللي جوه الكالي. تمام. انا عايز وعرفنا ان اللون الازرق ده اللي هو الدايركتوري، ومش شرط ان هو يبقى دايركتوري، يعني احنا هنفترضها حاليا كده لغايه ما نعرف في اخر السيشن ازاي نعرف الدايركتوري من الفايل. وده الفايل بيبقى لونه ابيض كده واخره دوت اي حاجه مثلا. تمام. عرفنا ازاي مثلا عايزين نخش جوه الداونلود، فبنستعمل امر سي دي عشان نخش جوه اي فولدر او اي دايركتوري احنا عايزينه، نعرض اللي جواه ازاي بال اس. تمام. انا المسار اللي انا فيه انا مش عارف هو مسار ايه. تمام. نفترض ان انا ما اعرفش الحته دي، عايز اعرف في المسار اللي انا فيه، فبستعمل امر اسمه بي دبليو دي هيجيب لي المسار اللي انا فيه. طيب انا جوه الداونلود اهو، عايز ارجع خطوه لورا، فعشان ارجع خطوه ورا بكتب سي دي. لا طب هو مش سي دي ده بيساعدني ان انا اخش جوه دايركتوري؟ بس لو كتبت سي دي نقطتين هيرجعك خطوه لورا، سي دي نقطتين كمان هيرجعك خطوه للهوم. تمام. انا عايز اختصر الطريق، مثلا جوه الداونلود، وجوه الداونلود مثلا في فولدر تاني وفي فولدر تالت وانا جواه، وعايز اطلع بره خالص، فبستعمل الروت ده هيرجعني للنظام الاساسي خالص. تمام. بعدين هنا رجعنا تاني، دخلنا للداونلود تاني، بعدين دخلنا في الموضوع بقى على طول ان احنا عايزين ايه، نكريت فايل. طب ازاي نكريت فايل ونضيف جواه كلام؟ عن طريق امر اسمه نانو ده بيستخدم ان احنا نعمل فايل. اول ما يفتح معاك هتكتب الكلام اللي انت عايزه وكل حاجه. بعد كده عشان تحفظ الكلام ده هتلاقي حاجه تحت اسمها رايت اوت ده اللي هو تحفظ الكلام. عشان تحفظ الكلام بقى تعمل ايه؟ تضغط كنترول او. بعدين هيقول لك انت عايز تحفظ الكلام ده في فيسبوك دوت تكست، هتقول له تدوس انتر، يعني كنترول او بعد كده انتر، هيقوم رجعك تاني لورا، تقوم ضغط كنترول اكس، كده انت حفظت الكلام. تمام. حاليا بقى انت عايز تقرا الكلام اللي جوه الفايل ده، عن طريق امر اسمه كات، ده هيخليك تقرا الكلام ده، هيعرض لك المحتوى اللي جوه الفيسبوك. طيب انا عايز احذف الملف ده خالص بقى، خلاص الملف انا مش محتاجه، عايز احذفه، فبستعمل امر ريموف اللي هو اختصار ار ام. تمام. هنيجي دلوقتي بقى ايه، ده كان مراجعه سريعه. عايزين دلوقتي بقى ايه، نكريت دايركتوري اللي هو مثلا باللون الازرق ده. فنكريته ازاي؟ عندنا امر اسمه ماك داير ام كي داير. حلو. ونكتب بقى اسم اي حاجه احنا عايزينها، مثلا وليكن اي حاجه مثلا مفيش اسم، ياسو مثلا. حلو. نعمل ال اس، نعرض الكلام اللي جوه الداونلود، هنلاقي ياسو اتضاف معانا كدايركتوري، كده معانا ملف اسمه ياسو. تمام. طيب انا عايز اكريت فايل كمان، نانو فيسبوك دوت تكست، نكريته تاني عادي، مش مشكله، نكتب جواه مثلا اي حاجه. تمام. مثلا في الاخر مثلا ليدر مثلا، ماشي، كنترول او، كنترول او،
انتر كنترول اكس. تمام. انا عملت دلوقتي ايه الاس تاني، انا عملت دلوقتي ايه، عملت دايركتوري اسمه ياسو، وعملت فايل اسمه فيسبوك دوت تكست. طيب انا عايز انقل الفايل ده جوه الياسو، جوه ياسو، فبستخدم امر ايه، بستخدم امر ام في. حلو. ام في ده هيخليني انقل حاجه اللي جوه حاجه. مثلا عايز انقل فيسبوك دوت تكست، فبنكتبها الاول فيس بوك دوت تكست. بعدين بقى ايه، الخانه الاولى لازم تسيب هنا مسافه، اي حاجه لازم تسيب جنبها مسافه، ما تلزقش الكلام في بعضه عشان مش هيشتغل معاك. يعني لو جيت هنا مثلا، استنى، لو جيت هنا عملت كده، شوف كده اتحولت لتكست، الكود مش هيتنفذ لان الامر كده مش مفهوم، فلازم يبقى في بينهم مسافه. ولازم تنقل الاسم نفسه بالظبط، ما لو غيرت حرف مثلا خليته كابيتال مثلا او سمول مش زيه مش هيشتغل معاك. طيب انا هنا عايز انقل الملف ده في الدايركتوري ده، فبكتب اسم الدايركتوري يس، بدوس انتر، نعمل ال اس. لو لاحظ معايا ان هنا الفيسبوك دوت تكست مش موجود معايا. طيب نخش كده جوه يسو، احنا قلنا بنخش جوه حاجه بالسي دي، سي دي يسو. كده انا بقيت فين، شايف المسار، انا في الهوم جوه الكالي، جوه الداونلود، جوه يسو. طيب انا عايز اعرض الكلام المحتوى اللي جوه يسو، بدوس ال اس، هيظهر لي معانا ايه، فيسبوك دوت تكست. تمام. طيب انا حاليا عاوز احذف الفولدر ده مثلا، وليكن مثلا هحذف مثلا الفولدر اللي اسمه عبده ده. طب بنحذفه ازاي، عن طريق امر ار ام برضه، بس بنضيف عليه حاجه، بنضيف ار ام داش ار، بعدين اسم الدايركتوري اسمه ايه يا عبده. معلش، في حد عايز يسأل يا باشمهندس. لا الامر ده احسن، ار ام. في حد عايز ليه؟ يسال؟ واحد بيقول لك ليه اسامي الحاجات مختلفة كده وفي لون احمر وازرق وابيض؟ ما ده بتختلف على حسب الحاجه. يعني مثلا بص، انا هنا مثلا دي توزيع كالي اهي، انا منزلها فلاقي لون، ده مثلا ممكن يبقى برنامج مثلا، يعني على حسب كل حاجه. يعني احنا مثلا هنا الفولدرات بيبقى مثلا باللون الازرق مثلا، التكست مثلا بيبقى لونه ابيض، البرامج مثلا احيانا، ما انا بقول لك اهو، البرامج ممكن يبقى لونها اخضر مثلا، ممكن يبقى لونها احمر مثلا، اللي هو مثلا لو مش مفكوك الضغط بتاعه مش مفكوك يبقى لونه احمر. فهي كل لون بيرمز لحاجه معينه، وهنعرفها ممكن نعرفها السيشن الجاي واللي بعدها ان شاء الله بالكتير يعني. فكل لون بيرمز لحاجه معينه، بس انا عايزك الوقت تعرف اللون الازرق والابيض بس، الكلام التاني ده انت هتعرفه مع الوقت. تمام. ما تركزش قوي يعني في الالوان، اه يعني بالظبط فاهم. يعني. ليها طرق تانية، اوامر هتعرفها بالظبط يعني، اه لسه يعني باشمهندس لسه هيشرح. احنا بس احنا في البدايه، بس يعني بديكوا بس بيزكس بحيث بس ايه نقف على رجلينا بس الاول، بعد كده هتلاقي الدنيا سهله يعني. تمام. احنا قلنا عايزين نمسح الدايركتور، فبنستعمل امر اسمه ار ام داير. ار ام داير اسمه ايه عبده. معلش يا باشمهندس، هم محتاجين السي دي بتعمل ايه والموف دي تاني؟ تقول ايه؟ عايزين السي دي بتعمل ايه والموف ل ام في. ام في. ام في ديت بستخدم ان انا على مثلا عندي تكست فيسبوك دوت تكست ملف، انا عايز انقله جوه الفولدر ده. طيب انا بنقله ازاي، بقوم عامل ام في، بكتب اسم الملف اللي انا عايز انقله، واسم الدايركتور اللي انا عايز احط فيه الملف ده. يعني ام في بيستخدم ان انا بنقل الحاجه جوه حاجه. تمام. الاس ديت بتحط، يعني مثلا انا في المسار اللي اسمه داونلود، انا عايز اعرف ايه اللي جوه الداونلود، فعشان اعرض الكلام اللي جوه الداونلود بستخدم امر اسمه ال اس. تمام وضحت. باشمهندس معلش، هو انت يعني الناس فاهمه ويندوز اكتر، فممكن تدي لهم مثلا اكزامبل ازاي الكلام ده بيحصل في ويندوز فيقدروا يترجموا الدنيا شويه؟ يعني ادي تمام. لهم مثلا اكزامبل على الاس دي بتعمل ايه الموف. بص انا مثلا هنا نفترض ان هنا ويندوز مثلا، انا دخلت هنا اهوت، ده دخولي بس عن دبل كليك دي اللي هي انا دخلت مثلا هنا، ده اللي هي السي دي مثلا. حلو والله، هو انا عايز اخش مثلا، قلت لكم مثلا عايز اخش على ملف الداونلود، هو فين الداونلود هنا اهو، فعشان اضغط عليه بكتب سي دي، فبقوم ضاغط كده، بيجي لي الكلام اللي جواه اللي انا عامله اهو، فولدر ياسو اللي انا لسه عامله، وبتاع فولدر اسمه عبد اهوت،
فبيدي ده اللي هو السي دي. طيب انا في التيرمينال انا الكلام ده مش هيظهر لي. طب انا ازاي اظهره؟ ازاي اظهر الكلام ده؟ عن طريق امر اسمه ال اس. تمام. عايز انقل ده مثلا هنا، بقوم واخده قط مثلا واحطه هنا في ويندوز، بقوم واخده قط اخش هنا اقوم بيست على طول. يعني النظام ماشي كده، فاهم؟ بس احنا في لينكس بنتعامل بالاوامر. وضحت كده ولا لسه؟ يعني السي دي اكنها الدبل كليك اللي انا بعملها في اه الويندوز، بالظبط. كان ده والال الدبل اس كليك. ديت اللي هو يعني لو انا مثلا جوه فولدر كبير جواه مجموعه ملفات فبيبدا يبينها لي بقى. اه بالظبط، هو بيبين لك كل حاجه جوه جوه النظام، جوه المسار اللي انت واقف جواه. طيب والسي دي بقى معلش عشان هي برضو كانت عايزه السي دي. السي دي ده انا ما الدبل كليك الموف ان انا بعمل كوبي او كت او الموف ايا كوبي كان، او صح؟ قط، انت بتنقل حاجه جوه حاجه. تمام. يعني انا ممكن اخدها من مكان مثلا معين احطها في مكان، يعني مثلا عندي فايل وليكن في داونلودز، اقدر بموف احطه مثلا جوه ياسو مثلا، اه فايل بالظبط. معين. اه طيب. آه ليه واحد بيسأل سؤال بيقول ليه بنستخدم السي ال اي طالما احنا عندنا جي يو اي؟ يعني ليه استخدم كوماند لاين؟ ليه اقعد اكتب اوامر ما استعملش مجرد ان انا اعمله زي الويندوز وخلاص؟ لا هو هنا هتساعدك اكتر، لان في اوامر هتحتاجها في الهانت والكلام ده مش هتلاقيها في الجي يو اي. هي الحاجه اللي بتكتبها كده احسن، لان في يعني ايه بيتيح لك اوامر كتير قوي مش هتلاقيها، مش هتعرف تعملها جي يو اي اصلا. وخلي بالك يا محمد هي بس معتمدة هنا على هتفيدك التعود. اكتر برضه. اه بالظبط. هي معتمدة على التعود على فكرة. انت لما هتيجي بعد كده يبقى قدامك التو اوبشنز وانت متعود على السي ال اي وعلى الجي اي هتختار السي ال اي. يعني هي بعد كده هتبقى اسرع بكتير. كانت قال لنا الكلام ده كده برضو واحنا لسه في البدايات برضو، ما كناش مصدقين، قلنا ازاي ده مجرد دبل كليك انا عملت السي دي لو قاعد يكتبها ده. بس لا، انت في الاخر هتلاقي لينكس في الاخر انت هتستعمله احسن يعني. وبعدين هي التولز بتبقى مجموعة أوامر، يعني التولز أنت ما بتقدرش تنزلها غير بالأوامر في لينكس، فعشان كده إحنا بنستعمل بالظبط ايوه. أصلا لينكس. فانت اي تولز او اي حاجه احنا هي اوامر، كلها اوامر. طيب يا شباب، احنا هنا جينا نمسح الدايركتور اللي اسمه عبده. حد عارف؟ في سؤال هنا بقى، حد عارف هو ما اتمسحش ليه؟ عايز الكل يشارك معايا كده. اتفضل يا اسراء. يعني جواه حاجة، فال الار ام داير بتمسح الدايركتور الفاضي. لا، هي بتمسح الدايركتوري، بس هنا ليه ما مسحتوش في النقطه دي؟ يعني هنا لو ما اتمسحتش. لان الفولدر ده مش موجود جوه الفولدر اللي هو يسو، يعني مش موجود في بالظبط. المسار. ما شاء الله، برافو. يعني عشان نمسحه لازم نقف في الفولدر الاصلي. هندوس سي دي نقطه نقطه. لو انا سي دي نقطه نقطه دي هترجع خطوه لورا. تمام. نيجي نعمل ال اس. عندنا لسه فولدر اسمه عبد اهو. نعمل ار ام داير، او ار ام مسافه سلاش ار. ار ام داير عبد اهو هيتمسح معانا كده، المفروض يتمسح. وفي خطوه تانية، طريقه تانية كمان، ار ام سلاش ار، نكتب اسم الفولدر. تمام. يعني اهو كده انتر ال اس. كده الفولدر مش معانا اهو. كان هنا اهوت اهو مش موجود دلوقتي، مفيش الا اسو. تمام، وضحت ديت. هي بس زيادة على الباشمهندس، طبعا الطريقتين صح جدا، بس اه هي بس الفرق بينهم ان انا لما اعمل ار ام داش ار كده انا بمسح اللي هو الدايركتوري ده حتى لو جواه فايلات. لان بالظبط. انت لو انت عملت ريموف داير وكتبت اسم الفولدر والفولدر ده كان جواه حاجات مش هيتلغي، هيجي يقول لك يطلع لك ايرور يقول لك لا الدايركتوري ده مش فاضي. فانت عشان تمسحه حتى وهو بملفاته بكل حاجته، فانت بتكتب ار ام بعد كده سبيس داش ار وبعد كده بتكتب اسم الدايركتوري. بالظبط. طيب يا شباب، عندنا حاجه اسمها ايكو شرطتين، لكم مثلا هاني مثلا. ده بتطبع لي الكلمه دي ايكو، يعني اطبع. لسه هناخدها في لغه الباش والكلام ده في السيشنات الجايه ان شاء الله. كده لما ضغطت ايكو هاني، قامت طبع لي طبعت كلمه هاني. طيب في عندنا حاجه اسمها رايت وابند. الرايت بتبقى العلامه بتاعتها كده، علامه اكبر من واحده. والابند علامتين. طب حد يعرف بقى ايه الفرق بينهم؟ اتفضل يا اسراء. العلامة الواحدة اللي هو يعني بتضيف حاجة على الملف بس بتمسح محتوى الملف عشان تضيف.
ممتاز. لكن الابند بتضيف على محتويات الملف. بالظبط كده. بس تسلم يا رب. نفترض مثلا ايكو، احنا عندنا مثلا ملف. ماشي، خلينا نخش جوه الاول جوه الياسو بدل ما نكريت ملف من الاول. سي دي ياسو. شوف هنا ما كانش هتتكتب معايا ليه؟ ما كانش هيدخلنا عشان انا عملت اول حرف سمول وهنا كابيتال. كده كده هيدخلنا على الملف، على الفولدر. طيب اعمل ال اس. ماشي. ايكو وليكن مثلا هاني مثلا. نعمل مثلا رايت. احنا قلنا الرايت بيكتب الكلمه ديت اللي هي هاني، هيقوم كاتبها في الملف ويمسح بقيه الحاجه. هيمسح كل حاجه موجوده. facebook.com facebook.txt انتر. تمام، هي كده المفروض اتنفذت. تيجي نعمل كات للملف بقى، هنلاقي ايه؟ هاني. طيب احنا مش كنا كاتبين في الاول ارقام بعد كده حروف كنا كاتبين حاجات يعني. احنا لما عملنا ابن الرايت مسحت كل حاجه في الفايل وكتبت الكلمه دي. لو عملناها تاني وكتبنا كلمه غيرنا الكلمه، هنلاقيها مثلا ايه؟ قامت متضافه هنا تاني ومسحت الكلمه دي. طيب تعال نجرب بقى الابند. هي نفسها اهي. نزود واحده نغيرها مثلا، نخليها مثلا وليكن محمد. تمام. كات facebook.txt. زي ما انتم شايفين الابند بيضيف على الكلام الجديد، ما بيمسحش القديم. هو كان الفايل كان فيه هاني، قام ضايف عليك ايه؟ محمد. فده الفرق بين الرايت والابند. طيب نيجي ناخد امر تاني، نرجع كده خالص للروت. ناخد حاجات كده ايه يعني معرفيه لازم تكونوا عارفينها مثلا. طيب عندنا حاجه اسمها حموده كان شرحها، اللي هي اف كونفج. اف كونفج دي بتجيب لك معلومات عن النت اللي انت موصل منه. والله انا عندي هنا موصل بالايثرنت 0. الايثرنت 0 ده هو كابل وهمي متوصل من الويندوز عن طريق الويندوز. تمام. وده الاي بي بتاعي، وده السبنت ماسك، وده البروكاست، وده الاي بي فيرجن 6. انا مش عايزك تعرف هنا اكتر من كده. الاي بي بتاعك وان دي ايثرنت 0، انت موصل نوع الطريقه اللي انت موصل بيها. بس وخلاص، ده اللي انا عايزك تعرفه هنا. تمام. طيب عندنا امر تاني اسمه فري. اهم حاجه بس يا شباب تكونوا بتسجلوا الكلام ده عشان تطبقوا لما اخلص تطبقوا عشان هيبقى في كويز. عندنا امر اسمه فري ده بيجيب لي معلومات عن الميموري. تمام. انا والله انا عندي الميموري التوتال انا موصل للكالي موصل له 2 جيجا، والمستخدم الوقت 1 جيجا وشويه، والفري 1 جيجا وشويه برضه. تمام. بس دي معلومات عن الميموري، يعني معلومات عامه كده تكون عارفها. انا عايز اعرف بس 3 دول، هم دول اهم 3. انت التوتال بتاعك اللي انت موصله في كالي 2 جيجا، انا مستخدم منهم والله جيجا وشويه، وفي جيجا وشويه برضه فري. تمام. عندنا حاجه تانية اسمها البرميشن. طيب عندنا حاجه اسمها البرميشن، عندنا حاجه اسمها اكسكيوت، رايت، ريد. طيب انا مثلا البرميشن ديت اللي هي الاكسكيوت والرايت والريد، دي الصلاحيات اللي انا بديها الاشخاص على الفايل. انا والله مدي مثلا صلاحيه، انا مثلا عن نفسي انا مدي لنفسي صلاحيات ان انا مثلا الفايل ده اقدر اعدل عليه، اقدر اكتب، اقدر اقراه، اقدر انفذه لو في كود مثلا او برنامج. تمام. صاحبي مثلا اللي في الشركه، مثلا انا كرئيس شركه انا مثلا مدي للموظفين مثلا حته الريد والرايت ان هم يكتبوا ويعدلوا في الفايل، بس مش مدي لهم حته الاكسكيوت ان هم ينفذوا الكود. حد مثلا هاكر مثلا بره الشركه ولا حاجه، انا مش مدي له مثلا اي بيرميشن. تمام. طب الاكسكيوت دي بنرمز لها برمز اكس ولها رقم 1، هو رقمها كده في كالي رقم 1. طيب الرايت رقمها 2، والريد رقمها 4. هيجي حد يقول لي دلوقتي طب اشمعنى انا ما فيش رقم 3 وما اعرفش ايه؟ طيب احنا هنا بنربط الكلام ده ببعضه. ازاي؟ انا مثلا لما اجي ادي امر لحد، مثلا انا عايز ادي له مثلا اكسكيوت مع رايت. طيب انا هكتب 1 و2 مع بعض؟ لا ما ينفعش. فبنعمل ايه؟ بنقوم كاتبين رقم 3 مثلا اختصار ليه، بنقوم جامعينهم مع بعض. طب والله مثلا عايز ادي له مثلا اكسكيوت وريد، فبقوم مدي له 1 و4 اللي هو 5.
طب انا عايز اديله كل الصلاحيات اكسكيوت رايت ريد، فبنرمز لها برمز 7. رقم 7 ده مهم هنحتاجه كتير. تمام. طب تعالوا بقى نطبق الكلام ده. هنخش على ال سي دي، وفين المسار؟ ايه كسل اكتب. ايوه تمام. الاس سي دي يسو. تمام. انا عندي هنا السي دي يسو. انا عايز اشوف البرميشن اللي هو الملف الاس، استنى، الاس. تمام. انا عايز اعرف ان فيسبوك دوت تكست ده له برميشن ايه البرميشن اللي عنده. فعندنا امر اسمه ال اس داش ال اي اتش. ال اس داش ال اي اتش ده بيعرفني البرميشن بتاع الفايل. دوس كده انتر. اه كنت قلت لكم هنا في فيسبوك دوت تكست اهوت احنا بناخد 9 خانات دول. اول 3 دول، اول 3 خانات، مش متاكد ليه، اول 3 خانات دول اللي هم لليوزر اللي هو انا والله انا ليا على الفايل ده، انا شايف ان ليا ريد ورايت بس ماليش اكسكيوت. تمام. صاحبي اللي في الشركه مثلا معاه ريد بس ما معهوش رايت ولا اكسكيوت، اللي هو اليوزر الثاني. وهنتعرف في السيشن الجايه او اللي بعدها بالكتير ازاي نعمل يوزرات وازاي نديهم بيرميشن والكلام ده وجروبات، يعني هنتعمق شويه. وده حد مثلا بره الشركه خالص، له مثلا انه يقرا بس ريد. طيب كنت قلت لكم في البدايه، خلينا نرجع بس خطوه لورا عشان هشرح لكم. سي دي زي ما قلت لكم المسافه بتفرق. تمام. ايه ده؟ تمام. ال اس نعمل هنا ال اس داش ال اتش، جابت لي البرميشن اللي في الليسته كلها. تمام. انا قلت لكم في البدايه احنا مؤقتا هنحدد اللون الازرق للدايركتوري واللون الابيض للفايلات لغايه اما نعرف في الاخر هما بنفرق بينهم ازاي. فالطريقه الصح انك تفرق بينهم هي عن طريق الامر ده، انك بتخش هنا، غير انها بتديك البرميشن بتاعته، هنا بتديك مثلا يعني عندك ده حرف الدي مثلا، دي يعني دايركتوري. قلت لكم احنا هنا بنسمي الفولدرات هنا في لينكس دايركتوري. والله الفولدر ده احنا عاملينه اسمه دايركتوري اهو، حرف الدي ده ان هو دايركتوري. طيب هنا ما فيش حاجه، ده معناه ان هو فايل. مثلا اللون اللي كان بيسال على الالوان، اللون هو اللون الازرق هنا ده فايل. تمام. عندك هنا مثلا ده اللون البنفسجي فايل. عندك اللون الاحمر ده فايل. دي دايركتوري ودي البرميشن بتاعته. تمام. يعني احنا بنعرف هو دايركتوري ولا فايل عن طريق الامر ده، وبنعرف برضه بيعرفنا برضه البرميشن بتاعته، بس هو الاساس للامر ده بيعرفك البرميشن. تمام. نخش سي. إسراء بتسأل يعني إيه النقط اللي في البداية دي؟ أنت قصدك معلش على أنهي نقط بالظبط اللي هي أول داش؟ يا باشمهندس انا كان قصدي على لما الباشمهندس عرض البرميشنز فمش عارفه ده فايل ولا دايركتوري. اول حاجه كانت دوت وبعد كده تو دوت. فين الدوت؟ فهمتها في ثانيه. قصدك على دول صح؟ ايوه بالظبط. ايوه. لا هو ده يعني ايه؟ هي دي صعبة شوية، بس هي أي حاجة بيبقى دوت دي غالبا بتبقى ملفات مخفية. بتبقى ملفات مخفيه. يعني دي هتلاقي حاجة مختفية كده جوه وفي طريقه النظام. اصلا انك تعملي ملف وتقدري تخفيه، وتيجي تعملي ال اس الملف مش هيظهر معاكي. فله امر تاني لسه هنعرفه، بس ما نتعمق شويه. لسه هنعرفه ما ازاي نظهر الملفات المخفيه على النظام. يعني انا عندي هنا في الهوم اصلا، انا عندي عن نفسي انا عامل ملفات مخفيه ليه انا عن نفسي، بس انا مش ظاهره معاكم، لها امر تاني بنظهرها بيه، بس هناخدها قدام شويه بس. يعني دي بس دي حاجه طبعا نظام مخفيه هنا. تمام. وصلت معاك اه تمام شكرا. تمام. لسه. طيب انا عايز فيسبوك دوت تكست. انا عايز بقى انا شفت الصلاحيات بتاعته ال اس داش ال اي اتش. انا شفت الصلاحيات بتاعته اهو الفيسبوك دوت تكست. لها هو ريد ورايت ومالهاش اكسكيوت، وهنا لها ريد ورايت، ريد بس وريد بس. تمام. انا عايز اديله الصلاحيات كلها. طيب احنا بندي صلاحيات ازاي اصلا؟ عن طريق امر اسمه تشينج مود، سي اتش مود
والله انا عايز اديله مثلا صلاحيه احنا قلنا هنا ثانيه، احنا قلنا هنا ايه السبعه ديت، يعني بديله الصلاحيات كلها اللي هي 1 زائد 2 زائد 4. طيب انا عايز اديله اكسكيوت ورايت، يبقى ايه 1 زائد 4 اللي هي 5. طيب عايز اديله رايت بس، فبديله رقم 2. فاحنا بنعملها بالارقام او بنعملها بدي، فاللي يريحه. طيب انا عايز اديله مثلا هنا بالارقام، مثلا والله عايز اديله مثلا كل البرميشن، فادوس 3 سبعات فيسبوك دوت تكست. طيب هيجي حد يقول لي دلوقتي انت ليه كاتب 3 سبعات مش كاتب سبعه واحده؟ السبعه الاولى ديت يعني انا بديله اللي هي الثلاثه بيرميشن اللي هي الاكسكيوت والريد والرايت، بديهم لليوزر بس، يعني الخانه الاولى لليوزر بس. طيب الخانه الثانيه ديت خاصه بالسبعه اللي هي الرقم الثانيه، ديت خاصه بالاخيره. فبندوس كده انتر، وبعدين نعمل ال اس داش ال اتش. زي ما انتم شايفين هنا اتغيرت. هنا بقى ايه اول واحد معاه رايت وروت ريد ورايت واكسكيوت، والتاني معاه ريد ورايت واكسكيوت، والتالت معاه ريد ورايت اكسكيوت. كده انا اديتهم بيرميشن كامله على الفايل ان هم يقدروا يعملوا فيه كل حاجه. تمام. طيب انا عايز دلوقتي مثلا عايز اعملها مثلا بليها بالرموز، نعمل تشينج مود برضه. نرجع هنا مثلا، والله مثلا هو عنده دلوقتي كل حاجه اهو، كل البرميشن متوفره له. انا عايز مثلا امسح امسح مثلا ما ادلوش مثلا اللي هو الرايت مثلا ان هو ما يكتبش على الفايل. فبنعمل ايه ماينس دبليو. طيب انا لو عايز مثلا ماينس دبليو. طيب انا لو عايز اديله اللي هو يكتب، فبعمل بلس. يعني لو عايز اضيف له بلس دي لو هتكتب بالحروف، لو هتكتب بالحروف. لو عايز تديله بيرميشن بلس، لو عايز تمسح بتعمل ماينس. انا والله انا عايز اشيل الرايت ما يقدروش يكتبوا على الفايل. فنقوم ايه دايسين انتر، يقول لك بيرميشن في مشكله. ثانيه يا شباب. يا باشمهندس ياسين. دقيقة واحدة يا شباب. طيب عقبال لما الباشمهندس يجي، ممكن لو حد عنده سؤال يسألني، او لو في امر مش مجمعه برضه قوي يقول لي وانا هوضحها له اكتر. طيب ناخد زي سمري برضه على الباشمهندس شرحه يبقى كويس. انتوا ايه يا جماعه ساكتين ليه؟ اعمل ريكاب ولا انتوا فاهمين ولا ايه الدنيا؟ ماشي، اسأل يا محمد. الو معايا يا شباب؟ كله معايا صح؟ تمام ماشي نكمل يلا. ماشي بس ثانية بس عشان هو بيسأل ليه ار ودبليو اكس متكررة 3 مرات؟ ماشي، ما هو زي ما الباشمهندس قال لك هي احنا بنقسمها اولا 3 اجزاء. ماشي، اول 3 انت عندك ريد ورايت واكسكيوت، وفي لو خدت بالك بتتكرر ريد رايت اكسكيوت ريد رايت اكسكيوت. طيب الريد والرايت والاكسكيوت اللي هم الاولانيين دول بتوع مين؟ دول زي ما هو قال لك بتوع اليوزرز اللي هو المستخدمين. زي ما هو قال انت اعتبرها مثلا اكنها شركه. حلو، الشركه ديت بدات توزع كمبيوترات على الناس، وكلها ايه حاطينها على نظام لينكس. طيب انا وليكن مثلا عندي محمد واسراء والاء واروى مثلا، دول الناس اللي عندي في الشركه. انا عايز ادي مثلا لمحمد، هديله ان الفايل اللي هو اسمه فيسبوك دوت تي اكس تي ده، انا الماشين دي انا هديك انت كل الصلاحيات، انت تقدر تغير فيه، تقراه، تعمل له اكسكيوت لو انت عامله كود، الكلام ده كله. طيب
والله بس انا عايز انتوا كلكم جروب حلو، انت مثلا وآلاء واروى، انتوا جروب واحد مسميكم مثلا جروب 1 حلو. طيب انا هدخل المفروض ان انا اقول ان جروب 1 كله، لا انا مش عايز ادي للجروب 1 كله، اما انا عايز ادي مين؟ انا عايز ادي يوزر معين صح؟ طيب لو انا عايز ادي يوزر معين يبقى انا هحط في اول 3 خانات اللي هو اول ريد ورايت واكسكيوت عندي، كده انا حددت. طيب بيجي بقى التاني ريد ورايت واكسكيوت، دول هيبقوا مسؤولين عن ايه؟ دول مسؤولين بقى عن الجروب كله بتاعك. لو انا عايز ادي للجروب كله بتاعك الصلاحيات، فانا ببتدي ان انا اقول لا انا عايز اروى والاء واسراء مثلا ومحمد كلكم كده على بعض تاخدوا نفس الصلاحيات بالظبط. فببتدي ان انا اعمل ايه؟ بقول لا يبقى ريد ورايت واكسكيوت للجروب كله. يبقى اول واحده اليوزر، لا ده لو واحد بس، الريد ورايت الاكسكيوت اللي بعدهم هتبقى للجروب كله. طيب ريد ورايت واكسكيوت بقى الاخيره دول بتوع مين؟ دول بتوع الناس اسمهم اذرز دول اللي هم ايه؟ اللي هم الناس بقى اللي بره شركتك. وليكن مثلا حد انت مثلا عامل شير لفولدر معين من شركتك وعاملها لشركه تانيه، بس انت عايز الجهاز اللي بره شركتك ده ملوش اي صلاحيات عليه خالص، ولا يقرا ولا يكتب، او انا عايز الفايل بس يفضل عنده كده وخلاص كباك اب مثلا ولا حاجه مثلا. فانا مش عايز ولا يقراه ولا يعدل عليه ولا يكتبه ولا يعرف يعمل له اكسكيوت. طيب فايه اللي بيحصل؟ انا هديله الفايل زي ما هو، بس انا هقفل عليه البرميشنز كلها. فديت هتبقى الاذرز كده. يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى انا بقفل الريد والرايت والاكسكيوت على الاذرز اللي هم اللي بره شركتي. فيبقى الثلاثه الاولانيين لليوزر، الثلاثه اللي بعدهم للجروب، الثلاثه اللي بعدهم للاذرز. بس وصلت؟ سامعني؟ اه سمعت. اوكي طيب لو هندي مثلا مثال لده مثلا بالامثله شويه. مثلا لو هنشبه الشركه مثلا بمدرسه. اوكي. فمثلا لو هندي المدير، الشركه ايه؟ لو هنشبه الشركه مثلا بمدرسه. اوكي. ماشي. اوكي. فمثلا المدير ممكن يبقى هو اللي عنده كل اليوزر كل البرميشن، سواء كان ليد رايت اكسكيوت ما اكيد هو روت. المدير اللي انت بالظبط اللي بتحكي عنه ده اوكي. الروت. او بالظبط. اونر الفايلز مثلا. امسك. اوكي. او ايه؟ او الاونر بتاع الفايل ده نفسه. بالظبط اه. تمام. ونقول تمام. مثلا ندي المدرسين اللي معايا في المدرسه صلاحيه الرايت بس، بحيث ان هم مثلا يكتبوا درجات الطلاب. تمام. بالظبط ماشي. وندي الطلاب اللي نعتبرهم هنا اذرز صلاحيه الريد ان هم بس يشوفوا النتيجه بتاعتهم. تمشي. بالظبط. بالظبط. اوكي. انا بعتبر مثلا ان الهيئه بتاعتي هو المدير والمدرسين، الطلاب دول طرف ثالث. طيب الطرف الثالث دول هم الاذرز. لو الطرف الاولاني ده اللي هو صاحب اليوزر نفسه اللي انا عايز اوصله له، هم دول اول ثلاثه. تاني ثلاثه وليكن الجروب كله اللي انا هدي المدرسين كلهم، مش هدي مدرس بعينه. فلو انا هدي الجروب يبقى انا بحطهم في ثالث، يعني في تاني ايه خانه اللي هي فيها رايت وريد واكسكيوت برضه. ثالث خانه بقى عندي لو انا بقى حد يعني طرف ثالث مش في الموضوع خالص، بس انا عايز الفايل مثلا عنده ايا سبب اللي كان مثلا، فانا بحط رايد وريد واكسكيوت للاذرز اللي هم الناس اللي خارجين بره الشركه بتاعتي بس. حد عنده سؤال تاني؟ عشان هي حته الصلاحيات دي على فكره خلي بالكم، احنا في يعني احنا بقى لو هنربط معايا يا لينكس شباب؟ دلوقتي بالاتاكس. اه معاك يا باشمهندس. أنا معاك. هنلاقي نفسنا ان الصلاحيات دي دايما هي اللي هتمنعك. يعني انت مثلا وليكن احنا خدنا مثلا اخترقنا جهاز مثلا وعرفنا ان هو بيستعمل لينكس، وعرفنا نفتح تيرمينال زي دي كده بس عنده هو. طيب ببتدي بقى ان انا مثلا وليكن حاولت ادخل على فايل يجي يقول لي بيرميشن ديناي. ليه بقى ساعتها بقى بيرميشن دينايد؟ هي دي بقى فكرتها، دي السكيورتي. هنا بقى جت اللقطه بتاعت السكيورتي، ان انا منعت ان حتى لو حد عرف يدخل على التيرمينال بتاعت الجهاز بتاعي، انا قافل اصلا عليه البرميشنز. انا حاطط في الاذرز ان هو ما حدش يقدر يعمل مثلا غير ريد. فانا كده كده حتى لو خد صلاحيه للماشين، هو ما عندوش صلاحيه للفايلات المهمه بالنسبه لي. طيب وبعد كده بقى هنعرف في الاخر طبعا زي ما قلت لكم كل حاجه ليها اتاك، هنعرف حاجه اسمها بريفليج اسكيليشن ديت، اللي هو انت بقى ازاي تعلي صلاحيتك ان انت تبقى اكنك زي الروت بالظبط، اللي هو يبقى عندك صلاحيه للماشين كلها. فدي ليله يعني، ففكره بس البرميشنز زي ما الباشمهندس قال، هي دي بس فكره سكيورتي مش اكتر يعني. طيب معايا يا شباب؟ حد عارف هنا المشكله كانت في ايه؟ انا كويس انها قابلتنا. حد عنده معلومه؟
طب تمام ماشي. هنا المشكله ان انا عملت داش دبليو، يعني انا ما قلتلوش يمسح من مين، يمسح من اليوزر ولا يمسح من موظف في الشركه ولا يمسح من اللي بره خالص، انا ما عرفتوش. فعشان انا مثلا عايز امسح من كله، فبضيف قبلها هنا ايه كده. المفروض شال ايه اللي هي الدبليو اللي هي الرايت، شالها من كله. هنعمل ال اس داش اتش اهي. خلاص ادى اول واحد اهوت رايت واكسكيوت، التاني رايت اكسكيوت، التالت رايت اكسكيوت. شال الدبليو، لان انا المفروض احدد هنا ايه يعني اول. تمام، المفروض احدد اشيل مين وما اشيلش مين، ولسه هنحدد بقى بالظبط. يعني مثلا عايز اشيل مثلا واحد صاحبي، عايز اشيل مثلا اللي بره الشركه ده ما لوش اكسس على حاجه. طيب ده هنعرفه بس لما ايه، لما ندرس اليوزرات والجروبات وازاي نكريت يوزر ونعمل له باسورد والكلام ده كله في السيشنات الجايه ان شاء الله. تمام. طيب انا عايز اشيل كمان الاكسكيوت. نعمل هنا ايه داش اكس ال اس. لما تلاحظوا ما بقاش عندنا ايه الا ريد. تعالوا كده بقى نخش على الفايل، نعدل عليه نانو فيسبوك دوت تكست. لو تلاحظ معايا انا هنا جاي ليه فيسبوك دوت تكست از مين تو بي ريد اونلي، يعني بقول لك للقراءه بس. ولا تيجي تكتب هنا اي حاجه هيكتب عادي اهو، بس هتعرف تحفظ الكلام ده مش هتعرف. دوس كده كنترول او انتر كنترول اكس، شوف كده هتنفع ولا لا. استنى كات هي هنا ليه كتبت؟ عشان انا هنا روت. انا زي ما قلت لكم كويس ان المشكله دي ظهرت. المشكله هنا ظهرت ان انا روت. زي ما قلت لكم ان الروت ده بيعمل اي حاجه في البرنامج، يعني هو الراس الكبيره له مسؤوليه على كل حاجه. فاحنا عشان نطلع من روت، احنا عرفناكم ازاي نتحول من يوزر لروت عن طريق السودو اس يو. طيب عشان ارجع من روت ليوزر بعمل امر اسمه اكزيت. هو رجعنا بره خالص. ماشي تمام. سي دي ناخد الكوبي هنا. تمام. نعمل ال اس نانو فيسبوك دوت تكست. تمام، ده السطرين اللي احنا كنا ضفناهم. تعالوا كده نجرب اي حاجه تاني، نجرب ارقام. تمام، نيجي نعمل هنا كنترول او انتر كنترول اكس. بيقول لك ايه سيف موديفاير بفر كنترول سي كنترول اكس. تمام، تعالوا كده بقى احنا ضفنا ارقام وحروف. تعالوا بقى نعرض الكلام كده اللي جواه. كات فيسبوك دوت تكست. زي ما انتم لاحظين الكلام اللي احنا ضفناه ما ظهرش. ليه؟ لان انا كيوزر عادي انا ماليش اكسس على الكلام ده او اي حد تاني، لان انا شلت حته ان هي ان انا حته ان انا اكتب او اعمل اكسكيوت، انا شلتها من عند كله. ايه ده؟ شلتها من عند كله، مفيش الا الريد. حتى هو كان جايب لي في الفايل ان انا اقدر اعمل ريد بس، ما لان انا شلت الرايت والاكسكيوت. تمام. طب ليه تنفذ في الاول؟ كويس ان المشكله دي ظهرت. تنفذ في الاول لانك روت. زي ما قلت لكم الروت ده الراس الكبيره، يعني حاجه عاليه، ده يعرف يعمل كل حاجه. مفيش حاجه في النظام ما يعرفش يعملها. اي حاجه تعطل اديها روت على طول. فانما لما تحولنا اليوزر عادي، انا يوزر عادي عبد ذليل ماليش اي ستين لازمه، فما رضاش يخليني اعدل على الملف. اخر ان انا اقراه بس كده وخلاص. بس كده. لسه في حاجه اخيره. نحاول نسوده. تمام، عندنا كات فيسبوك دوت تكست. اخر امر معانا جريب، وليكن مثلا يسري. تمام، احنا عندنا هنا حاجتين جداد. علامه البايب اللي هي فوق الانتر على طول، اعمل شيفت وزرار اللي فوق الانتر لعلامه البايب، وعلامه الجريب. طب دول بيعملوا ايه؟ الباب دي ببساطه والله هي بتعمل حاجه واحده بس، هي بتاخد اللي على اليمين تبصير الشمال. يعني تاخد الكلام ده تقوم حذفاه هنا. طيب هو هنا عايز ايه؟ بيقول لك جريب يسري. دور لي على الكلمه اسمها يسري. بيفلتر الفايل كله، بياخد الفايل ده من هنا يروح هنا
ايه اول ما يجي هنا اللي بيحصل؟ جريب دي بتفلتره، بتدور على اي حاجه اسمها يسري، ولو موجوده هتعرضها. طب هل الفايل ده فيه حاجه اسمها يسري؟ لا مش موجوده. ايه اللي هيحصل؟ ما فيش حاجه حصلت معاه، ما فيش حاجه ظهرت. تمام. نعمل هنا، احنا هنا قلنا مثلا فيسبوك فيه هاني مثلا. تعالوا نجرب الامر تاني، نكتب هاني، هل هيطلع هاني؟ اهي. دي بتستخدم بقى ايه؟ لما يكون مثلا معاك فايل كبير مثلا مليان على اخره، وانت بتدور على حاجه معينه، فبتستعملها في الحته دي، انها بتاخد الكلام اللي هنا اللي على شمالها، بتبصها على اليمين، بتعمل له ايه؟ جريب دي بتعمل فلتره بالحاجه اللي انت عايزها. تمام يا شباب؟ في حد عنده اي مشكله؟ لو حد عنده سؤال، احنا كده يعتبر خلصنا خلاص. كله تمام؟ اكتبوا طيب اي حاجه. زي الفل يا هندسة، تسلم. رجلك. طب اي قبل ما انهي، حد عنده اي سؤال؟ احنا خلصنا خلاص، تقدر تقفل التسجيل يا محمد.